كان سبب في فوز نادي الزمالك بالدوري. ليه؟ ان مرتضى منصور جاب فلوس لنادي الزمالك، عمل فرقه واشترى 18 لعيب لنادي الزمالك، وكان فرقه قويه جدا، وجاب فيريرا واستقر شويه فتره كبيره، رغم ان كان في الاول باشيكو وبعدين كابتن محمد صلاح وفيريرا، لكن فيريرا برضه زي مارتن يول كده قعد فتره كبيره. فيريرا قعد فتره كبيره، وكان في ساعتها توقف للدوري وشهرين بعد موضوع الدفاع الجوي، فيعني الراجل استقر والدنيا مشيت، والاهلي كان وحش، الاهلي كان بيخسر مع جريدو لو تفتكروا، فعشان كده الزمالك خد الدوري. يعني السنه اللي فاتت قلت ايه؟ الزمالك خد الدوري ب 90% عشان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جاب لعيبه واشترى وجاب فلوس لنادي الزمالك وعمل انشاءات وعمل فرقه نادي الزمالك، جاب 18 لعيب ويعني لعيبه كويسه جدا، منهم 12 13 كانوا اساسيين وبيلعبوا في منتخب مصر دلوقتي. والاهلي كان وحش مع جريدو، كان متخبط وبيخسر ومش عارف ايه، فالامور بعدت والزمالك خد الدوري. فدي كانت سبب ان الزمالك ياخد. السنه دي الاهلي فتره استقراره اكتر من نادي الزمالك، لكن لو جينا قارنا الاهلي والزمالك فنيا هتلاقي الاهلي عنده لعيبه كويسه جدا والزمالك عنده لعيبه كويسه جدا، يعني الاثنين زي بعض. ولكن السنه دي الزمالك خلى عدم استقراره خلى الاهلي ياخد الدوري، ده غير ان الاهلي كان كويس مش وحش، لكن لو اتكلمنا فنيا زي ما بقول لكم هتلاقي الفروقات الفنيه قليله جدا. لكن الزمالك غير 900 مدرب السنه دي، 900 مدرب، وده ما بتحصلش في الكوره ابدا. وزي ما انا السنه اللي فاتت قلت مرتضى منصور يتحمل فوز الزمالك بالدوري، السنه دي انا بحمل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مش هقول مجلس اداره نادي الزمالك، ان مرتضى منصور هو مجلس اداره نادي الزمالك، هو اللي بيعمل كل حاجه، والقرار الاول والاخير ليه. السنه دي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتحمل خساره نادي الزمالك الدوري، قرارات متخبطه، تغيير مدربين كتير، مفيش استقرار، عقاب كتير في اللعيبه وضغط على المدربين بقوا خايفين، المدربين خايفين يمسكوا الزمالك، المدربين اللي بيمسكوا نادي الزمالك بيبقوا قاعدين مضغوطين بشكل غير طبيعي. يعني النهارده امبارح قريت تصريحات لرئيس نادي الزمالك، محمد حلمي هو سبب خساره نادي الزمالك في بطوله الدوري وسبب تعادل الزمالك امبارح لمباراه المصري، وانا بحمل محمد حلمي. طب محمد حلمي لسه كسبان 9 ماتشات، والزمالك زي ما انا قلت فنيا من وجهه نظري يعني الماتش بتاع انيمبا اللي كان في الميه ده اثر بدنيا على الزمالك امبارح، كان اللعيبه مرهقه ومش قادرين، رغم ان الزمالك كان مستحوذ ولكن مش قادر يعني يعمل خطوره، وكان في شويه لعب فردي امبارح. فالاهلي كسب الدوري عشان كان اكتر استقرار، الفترات اللي كان الاهلي مستقر فيها اكتر من الزمالك، ان الزمالك حصل تغييرات كتيره جدا. لو البرازيل ولا الارجنتين يقع بالتغييرات الكتير دي وبالاقالات الكتير دي وبالضغوط اللي على لعيبه نادي الزمالك وعلى الجهاز الفني من كثره التغييرات، خلاص اللعيب بقى بيلعب وعارف ان مدربه هيتغلب ويمشي، فخلاص اللعيبه ما بقتش، يعني مش عايز احمل اللعيبه ان اللعيبه كويسه وانا قلت الكلام ده، ولكن اللعيبه لما بتكون عارفه ان المدرب ده خلاص ماتش هيتغلب ولا يتعادل ويمشي، خلاص مش فارق معايا، يعني مش ببقى يعني مركز مع المدرب قوي، ما خلاص ما زي غيره هيجي وهيمشي. فالسنه دي اللي خسر الزمالك الدوري تغييرات المدربين الكتير والقرارات المتخبطه، وده عمل ضغوط على المدربين. ماكليتش مشي، باكيتا مشي، حازم امام مشي، ميدو مشي، طارق مصطفى مشي، سامي الشيشي مشي، ناس كتير قوي، محمد صلاح نفسه مشي ورجع، اسماعيل يوسف مشي ورجع، جمال عبد الحميد مشي ورجع، مفيش كده. ومحمد حلمي يعني راجل زي ما قلت لكم محترم جدا، وراجل عايز يشتغل، وراجل بيموت نفسه مع جهازه الفني، ولكن دلوقتي بيحملوه يقول لك اصل ما محمد حلمي لما مسك الزمالك كان الدوري خلصان للاهلي، ما الاهلي بقى له فتره فارق 8 نقط، وكان فرق 11 نقطه قبل كده عن الزمالك. يعني محمد حلمي ما كانش مسك الزمالك والدوري في ايد الزمالك ومحمد حلمي ضيعه، لا، محمد حلمي مسك الزمالك والدوري خلصان للاهلي، او الاهلي فارق ب8 نقط عن نادي الزمالك، فكان الموضوع صعب، ولكن الراجل اجتهد وقدر يكسب 9 ماتشات متتاليه ورا بعض في افريقيا وفي الدوري، وبدا يبقى في كيان للفرقه. ولكن وانا بقول الكلام ده واحنا ما بنخافش من حد، بنقول اللي بيحصل، تدخلات رئيس النادي وتغييرات المدربين الكتير هي اللي عملت كده في الزمالك السنه دي. ومش بقول الكلام ده عشان مرتضى منصور شتمني وانتقدني وقال لك هشطب عضويته، يعني ما بتفرقش معايا الكلام ده، لكن احنا بنقول حق ربنا. الزمالك خسر الدوري السنه دي بسبب الحاجات دي اللي حصلت، ما فيش نادي في العالم بيحصل فيه كده، والتغييرات الكتير. واتمنى ان محمد حلمي ما بيمشيش، ان محمد حلمي شخص كويس وبيعمل عدل ما بين اللاعبين،
واداء نادي الزمالك اتحسن ونتائج نادي الزمالك اتحسنت. مش عشان اتعادلت مع المصري امبارح بقى محمد حلمي وحش ويمشي، لا الزمالك عنده اهداف اخرى. خلاص خسر الدوري، عنده افريقيا اللي كسب فيها انيمبا خارج ملعبه، وتم استبعاد وفاق سطيف من البطوله. الاتحاد الافريقي خد قرار باستبعاد وفاق سطيف، يعني الزمالك ان شاء الله يعدي سان داونز، يبقى الزمالك في الدور قبل النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. فمش عايزين نهد البيت. الزمالك خسر الدوري، الاهلي يستحق، الاهلي كان منظم اكتر ومستقر، والاهلي عنده لعيبه كويسه وعنده جهاز فني كويس برضه. ما نقللش من الجهاز الفني او اللعيبه، لا الاهلي برضه عنده لعيبه كويسه وبتلعب كوره حلوه، وكانوا من احسن اللعيبه في مصر ومن احسن الفرق السنه دي في مصر. لكن انا بتكلم مش فنيا، انا بقول استقرار. الاهلي كان مستقر رغم ان الاهلي غير مدربين كتير، لكن في هدوء بيدوا لمارتن يول وسيد عبد الحفيظ وزيزو والجهاز الفني اشتغلوا، احنا في ظهركم، مفيش ضغوط، مفيش ده هيمشي بكره وده هيقعد النهارده، وده ده سبب من اسباب خساره نادي الزمالك. فدي وجهه نظري، ممكن اكون غلط وممكن اكون صح، ما اعرفش، ولكن دي انا شايف كده، ولكن ما حملش محمد حلمي ولا حمل وبرضه عايز اقول حاجه معلش، لعيبه نادي الزمالك شويه، لعيبه نادي الزمالك بعد ما خدوا الكاس